حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عاملين وصفه في منتهى اللذاذه والجمال، البطاطس الجراتان. عايزه بقى تعملي وصفه سريعه ما تاخدش وقت. البطاطس الجراتان، عايزه تدخلي المطبخ 10 دقايق وتكوني عامله احلى غدا يعجب ولادك. البطاطس الجراتان. يعني ايه البطاطس الجراتان؟ سحر دي ولا ايه؟ ليه بقى؟ لان هي سريعه لذيذه، شكلها حلو، طعمها حلو، اقتصاديه، من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. طعمها حلو، شكلها حلو. بنعمل معاها شويه رز بقى كده وطبق سلطه، وتبقى عملتي غدا محترم للولاد، هيعجبهم جدا جدا جدا. يلا بقى نصلي ونسلم على سيدنا النبي ونشوف الطريقة بتاعة البطاطس الجراتان. اول حاجة بجيب البطاطس معايا وبقطعها زي بالقطاعة بتاعة الشيبسي كده، او لو ما عندكيش بتقطعيها رفيع خفيف خالص كده، ترانشات خفيفة خالص، علشان تستوي معاكي بسرعة وما تبقى مستوية وزي الفل. بصي كده اهو، تقطيعة اهي، تبقى شرايح رفيعة بالشكل ده اهو كده. بس كده قطعنا البطاطس بقى. نروح بقى نشوف المقادير بتاعتنا. البطاطس طبعا غسلتها كويس قوي، وعندي كوباية من كريمة الطهي، ولو مش متوفرة عندك مش مشكلة. وعندي كوباية كبيرة من الحليب او كوبايتين من الحليب لو كريمة الطهي مش متوفرة. وكمان عندي معلقتين كبار من الدقيق، وملح وفلفل اسود، وعندي كمان فصين من الثوم المفروم، وزعتر فريش بيدي طعم حلو جدا جدا في الوصفة. يلا بقى بسرعة نروح على البوتاجاز. هنحط معلقتين من السمنة وانزل عليهم بمعلقتين من الدقيق، واقلب الدقيق في السمنة، وانزل عليهم بفصين الثوم المفرومين، واقلب كل الكلام ده بقى كده مع بعضه لحد ما الدقيق ياخد لون معايا كده. ومش عايزه التوم يتحمر معايا على فكره، يعني مجرد بس ان ايه، الدقيق يستوي معايا، ما يبقاش طعم الني اللي فيه. بعد كده بقى هضيف الحليب، وهضيف كمان كوبايه الكريمه اللي معايا او العلبه الصغيره بتاعت كريمه الطهي. زي ما قلتلك لو مش موجوده عندك ما بتستخدميهاش عادي، بتحطي كوبايتين من الحليب. وبس كده نفضل نقلب بقى لغاية ما البشاميل بتاعنا ده يبقى شكله بالشكل ده، اللي هو البشاميل بتاع البطاطس الجراتان، لا بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيبقى قوامه وسط زي ما انت شايفة معايا كده. بعد كده هروح بقى واخده البطاطس بتاعتي، حطها في بولة بالشكل ده، وهحط لها بقى الملح وفلفل علشان يبقى ملحها مظبوط معايا. طبعا البشاميل برضو ببقى حاطه له ملح ورشه من الفلفل، ولو عندك كمان جوز الطيب ممكن تحطي رشه من جوز الطيب في البشاميل، بتخلي طعمه حلو جدا جدا. يبقى انا ما بستخدمش اي توابل ولا اي حاجه غير الملح والفلفل بس. حطيت في البشاميل، ودلوقتي حطيت للبطاطس رشه برضو ملح ورشه فلفل، وبس كده. بعد كده بقى هروح للطاجن بتاعنا. شايفين الوصفه في منتهى السهوله والبساطه ازاي؟ وابدأ بقى ادهنه بالشكل ده كده من كل الاتجاهات كويس زي ما انتوا شايفين معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد كده ابدأ بقى ارص البطاطس بتاعتي اللي انا مقطعاها رفيع كده زي ما قلت لكم، زي الشيبسي بالظبط، وارصها بقى كده في الطاجن. يعني وصفة بجد في منتهى السرعة واللذاذة والسهولة والجمال، الطعم بجد حلو جدا. احط بقى الزعتر. الزعتر الفريش بيدي طعم حلو جدا جدا. طبعا لو مش متوفر عندك مش مشكلة خالص، مش هنوقف الدنيا يعني، اشتغلي من غيره. بس انا بقولك الحاجات اللي بتدي تيست كمان حلو قوي. بس لو مش متوفر مش مشكلة، يعني مش هيأثر قوي على الوصفة. واحط بقى البشاميل. بصي قوام البشاميل تحفة ازاي. وبعد كده احط بقى حبة جبنة موتزاريلا كده علشان تديني هي كمان طعم حلو قوي. وارجع ارص طبقة كمان من البطاطس بالشكل ده. طبعا الولاد دلوقتي كلهم بيبقوا اي حاجة فيها صوص ابيض وغرقانة كده في الصوص والجبنة بتبهرهم جدا وبتعجبهم جدا. فدي وصفة سهلة وسريعة وهتعجبهم جدا 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 ان شاء الله. بس كده عندنا طبقة البطاطس. نحط كمان
رشة كده من الزعتر الفريش. بعد كده هنحط برضو بشاميل تاني. تفضلي كده بقى ترصي الطبقات لغاية ما تخلصي كمية البطاطس اللي عندك. اخر طبقة بقى بحط البطاطس، وبعد كده بحط عليها البشاميل. يعني عايزة اقول لكم مفيش اسهل من كده. صب بقى بقية البشاميل كله كده. خلاص الطاجن بتاعنا اتركب وبقى زي الفل. اغطيه بقى بفويل كويس، وطبعا الفرن بتاعي بكون مسخناه على درجة حرارة متوسطة، يعني درجة حرارة 180، وبيكون سخن طبعا. وادخل بقى الطاجن بتاعي الفرن، واسيبه حوالي اغطيه طبعا بالفويل علشان البطاطس تستوي معايا، واسيبه بقى في الفرن بيقعد حوالي كده نص ساعة. واكشف كده الفويل وابص اشوف لو البطاطس استوت تمام. لو لسه بسيب الفويل مغطيها لغاية ما اتأكد ان البطاطس استوت خالص. بعد كده بطلع الطاجن زي ما انت شايفة معايا كده، وابدأ بقى احط عليه جبنة موتزاريلا من فوق. لو مش عايزه تحطي جبنه وما بتحبيهاش مش مشكله، بتكشفي بس الفويل من على الطاجن وبترجعي تدخليه الفرن مره تانية علشان يتحمر بقى وياخد لون من على الوش. اهم حاجه درجه حراره الفرن ما تكونش عاليه قوي زياده عن اللزوم، بتكون درجه متوسطه علشان الطاجن ما يتحرقش معاكي. بس كده حطينا بقى الجبنه على الوش ودخلناه الفرن تاني، اخد اللون التحفه ده وطلعناها بقى. بصي الجمال، البطاطس بقى استوت في الصوص بتاع البشاميل ده، غرقانه في الجبنه والبشاميل. الصوص الابيض تحفه طبعا، يعني عشاق الصوص الابيض يعني هتعجبهم الوصفه دي جدا. بصي الجمال لما تحطي بقى الصوص ده على الرز وتاكلي، بجد طعمه خطير، حلو جدا جدا جدا. ونحط بقى شويه زعتر كده على الوش كمان، هيدوني شكل حلو قوي وطعم كمان حلو قوي. مش شرط تعملي رز ابيض، ممكن رز ابيض، رز بشعريه، رز مفلفل، زي ما انت عايزه. وطبق سلطه بقى كده خضره جنبه، وغدا محترم من غير ما استخدمنا ولا لحمه ولا فراخ. وغدا اقتصادي وحلو وشكله حلو، هيعجب ولادك بجد لانه طعمه حلو جدا جدا. يلا جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم لأن بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين أي وصفة قولوا لي في التعليقات وإن شاء الله هعملها لكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض إن شاء الله. يلا باي باي حبايبي.